اللهم اجعل شهر رجب شهرا تدبر فيه الخواطر وتطيب فيه النفوس وتغفر فيه الذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبأحسن حال. طمنوني كده عليكم، عملتوا ايه في الامتحانات؟ وولادكم عملوا ايه؟ اللي خلصوا امتحانات يعني ان شاء الله كده اجازة سعيدة، واللي لسه ما خلصش امتحانات يعني ربنا معاكم وتخلصوا على خير. اول حاجة نبدأ بيها الفيديو بتاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زرار الجرس، ولو الفيديو عجبك دوسي لايك وشجعيني. تعالوا بقى عيشوا معايا كده يوم جميل مميز، يوم المفاجآت دوت او يوم الهدايا. بيبقى يوم حلو قوي لما تكوني كده قاعده ويجيلك هديه او حد يعمل لك مفاجاه. بجد اليوم بيفرق جدا، بتغير النفسيه حتى لو حاجه بسيطه، بس بجد بتفرق جدا، بتغير النفسيه قوي. انا اليوم بتاعي كان ماشي عادي جدا، بدأ زي ما انتوا شفتوا كده بالفطار. حضرت فطار سندوتش جبنه وحطيت عليها طماطم. وكمان عملت كوبايه شاي باللبن. زي ما انتوا عارفين ان انا بحب دايما اغير في الفطار عشان ما يبقاش فيه زهق من الروتين وكده. بعد الفطار بقى كان عندي مشوار وانا راجعه، عديت كده على فتح الله، كنت محتاجه كده كام حاجه بسيطه يعني مش حاجات كتير. اول حاجه زي ما انتوا شايفين كده جبت الاسبونش ده للمواعين. طبعا احنا لما بيكون عندنا حاجات مثلا تيفال او سيراميك او جرانيت وكده، مش بنستخدم لها الاسبونش العادي بتاع المواعين العاديه، بنجيب حاجات اللي هي ناعمه. فانا جبت بقى الباكت ده فيه كده 5 اسبونج. طبعا هي ناحيه ناعمه بتاعت الحله من جوه، الناحيه اللي هي الصفرة دي، والناحيه اللي هي الخشنه اللي هي الخضرة دي بتاعت الحله من بره، وارضيه الحله من ورا وكده ظهرها يعني. فكان الباكت ده فيه 5 اسبونج ب 32 جنيه. فلقيت سعره كويس، وزي ما انتوا شايفين الاسبونشه نفسها يعني سمكها حلو، فقلت تمام يعني سعرها كويس، والوانها كمان عجبتني قوي. كنت محتاجة كمان كيس ملح، جبت كيس ملح اللي هو الكبير ده. زمان بقى كنا بننزل نجيب مثلا مشتريات الشهر وبنجيب حاجات بكميات، مع زيادة الأسعار طبعا والحاجة بقت مولعة نار، بقينا نجيب على قد احتياجنا بس. يعني كيس سكر، كيس ملح، كيس رز، الحاجات دي بسبب الأسعار والزيادة اللي فيها دايما باستمرار. فجبت رز حكاية ده، وعلى فكرة حلو، جربته قبل كده. الكيس ده ب31 جنيه. فطبعا هو يعتبر سعره كويس بالنسبة، طبعا في أسعار أعلى من كده، زي رز الضحى والساعة والكلام ده كله 37 38. فاحنا بنحاول ايه نقتصد شوية. وكمان أنا بحب أجيب الرز اللي هي فيه رزاية تخينة وقصيرة، مش بحب الرزاية الرفيعة الطويلة، إن هي بتبقى مش حلوة خالص في السوا وفي الأكل كمان. عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه جريمه كمان معايا، بس اول ما دخلت كده خبيتها، فنسيت اصورها معاكم. كيس اندومي حار، ان انا بعمل الجريمه دي كل فتره، فقلت كده لازم تشاركوني الجريمه اللي انا عملتها دي. انا بعمل الاندومي ازاي، بحطه في الطبق عادي، وبحط كمان معاه التوابل بتاعته، وبحط عليه بقى الميه المغليه، وبغطيه كده بطبق واسيبه يستوي براحته. ما بحطوش على النار نهائي لان هو بيعجن، بيكون طعمه مش حلو. لا، بيستوي كده في الميه السخنه وبغطيه، بيبقى حلو جدا. يعني 5 دقايق 10 دقايق بيبقى حلو قوي. فعشان انا جايباه حار، بصوا الميه كده مولعه نار. انا عارفه انه غلط، وعارفه انه مضر بالصحه، وعارفه كل الكلام ده، بس انا باكله كل فتره كبيره. وانتوا عارفين النفس اماره بالسوء، يعني انا لما بشوفه قدامي كده بحس ان انا مشتاقه له، فعشان كل فتره كبيره باكله، فيعني مره مش هتعمل حاجه ان شاء الله باذن الله خير كده وما يحصلش حاجه. بصوا بقى الهديه الحلوه اللي جات لي دي، على فكره مش لسه جايه لي اليومين دول، جايه لي بقى لها فتره، بس انا ما كنتش صورتها ولا حتى فتحتها ولا شربت فيها ولا اي حاجه. فقلت النهارده اطلعها كده واشرب فيها واصورها كمان معاكم. الهديه دي كانت جايه لي من طالبه كانت عندي، يعني ايام ما انا كنت بقى شغاله مدرسه، كان في طالبه جايباها لي. دلوقتي هي ما شاء الله ما شاء الله في اولى جامعه، وفي كمان طلاب لسه في ثانويه عامه، فربنا معاهم كلهم يا رب، ربنا يوفقهم. المهم بقى هي قالت لي انا عارفه انت بتحبي تشربي نسكافيه وشاي وقهوه والكلام ده كله، فانا جبت لك حاجه تفتكريني بيها دايما وكل ما تشربي فيها. فبصراحه انا بشكرها جدا، حبيبتي والله ربنا يوفقها يا رب. المهم بقى انا كنت عايزه اعمل كده قهوه باللبن. حطيت كده السكر، وانا لما اكون عايزه اعمل قهوه ساده بحط كده بن ساده. لو عايزه اعمل قهوه باللبن حاطه في البرطمان قهوه وعليها لبن بودره، مقلباهم كده في بعض، بحيث ان لو عايزه اعمل قهوه بحليب في اي وقت ابقى اكون عندي اللبن البودره متقلب في القهوه. ولو عايزه اعمل بقى قهوه ساده حاطه في برطمان تاني بن ساده واعمل منه على طول. المهم كده ان انا هختم يومي معاكم بالمج الحلو ده بتاع القهوه باللبن. بصراحه اتبسطت جدا وانا بشرب فيه. زي ما انتم شايفين كده هو نصين، يعني جزء وجزء، فانا حبيت اشرب في الجزء اللي فيه البنوته الحلوه دي. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم واتبسطتوا معايا النهارده. استنوني الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه. باي باي.